واحدة من زبايني القدام هي عايشة خارج مصر اتصلت بيا من يومين وقالت لي يا مريانة أنا نفسي في الممبار اللي بتعمليه قوي، وحشني جدا. نازلة مصر أسبوع ويا ريت تبعتيلي كده طبق ممبار محترم. تفتكروا ممكن أتأخر؟ تعالي بقى أوريكي الممبار المصري بيتعمل إزاي، وسيبك من أي افتكاسات في الممبار. الممبار ليه أصول وهي دي خلطته البسيطة. سمي الله وصلي على رسول الله. فضلا شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو لو عجبك مع أصحابك. أنا عارفة متأكدة طبعا إن كل ست بيت أستاذة في عمايل الممبار، بس ركزي بقى معايا في الخلطة دي، يعني انسي الممبار الناشف أو المجلد أو اللي ممكن يفرقع منك في المية. معايا بقى 2 كيلو من الرز، أهم حاجة يكون مغسول ومتصفي. أنا حطاه طبعا يصفي ميته، وأنا هنا ما شاء الله عاملة 2 كيلو رز. هحط عليهم على طول ربطة من الشبت والكزبرة والبقدونس، وبعدين هحط 3 بصلات كده مفرومين في الكبة. اهم ما يميز الممبار ايه؟ الفلفل المفروم. طبعا انا دمجه ما بين الفلفل الاحمر على الاخضر، حامي على بارد، بس لازم يبقى حامي كده وفيه سنه شطشطه حتى لو قرن واحد. نيجي بقى للبطل بتاعنا واهم مكون اللي بيميز الممبار، اللي هو ايه؟ الطماطم. والطماطم عندي هنا ولا متسبكه ولا حتى مضروبه في الخلاط، دي طماطم قطع ضرباها في الكبه نص ضربه. وفي ناس اصلا بتقطع الطماطم بتاعه الممبار على ايديها، يعني لازم تبقى قطعه طماطم باينه في خلطة الممبار. خلطة الممبار الأصلية يا جماعة لازم تبقى ني في ني، مش مسبكة خالص. المسبك بيبقى تقيل وناشف جدا. حطيت بقى معلقتين من الصلصة عشان تحمر لي الطماطم. بالنسبة بقى للبهارات اللي بحطها، كمون، كزبرة، وأكيد الفلفل الأسود. وهبتدي أظبط الملح، وهنزل كده بحوالي كوباية كبيرة من الزيت. لازم تبقى فيه كمية زيت كويسة عشان الخلطة تفلفل. بصي بقى، الطماطم المضروبة في الكبة أو الطماطم القطع هتخلي من جوه حشوة الممبار طرية. لكن يا جماعة المسبك ده خليه للورق العنب، خليه للكرنب. لكن الممبار والبتنجان تحديدا حلوين جدا في الخلطة ني في ني. لازم كده يبقى فيه قطع من الطماطم جوه صباع الممبار. معايا بقى الممبار، وطبعا احنا عملنا فيديوهات كتير عن طريقة تنظيفه. وزي ما قلت لك بقى، سيبك انت من جلدة الأنبوبة وسلكة المواعين، ونضفيه وجروديه كويس كده بالسكينة لغاية اما يلمع معاكي. بصي بقى هنا، عشان اقطع الصوابع كلها تبقى كده قريبة من حجم بعض بالطريقة دي، بمسك واحدة واقيس على اللي بعدها كده كده على طول هيتقطع معاكي الممبار للأطوال اللي انت عايزاها. انا بحب اعمله طويل شوية، وهما طريقتين عندنا في مصر للحشو. يا اما كده بتفتحي قطعة الممبار وتدخلي الرز وتبتدي تحشي. اهم حاجة بقى في الحشوة يا ست الكل، ما تكتريش الرز، افرديها افرديها، وما تحاوليش تنزلي السوائل اللي جوه الرز. يعني مثلا مش بايدك كده هتصفيها عشان بتفرديها، لا، بالراحة كده واحدة واحدة، وتوزعي الرز وتخليها مهوية شوية. وده اللي بيخلي صابع الممبار معاكي طري بعد التسوية. هنبتدي بقى دي الطريقة التانية، انك بتحطي صباع الممبار جوه الخلطة وبتبتدي بايديكي تحطي على طول. اكتبي لي في التعليقات بقى، بتعملي الطريقة الاولى ولا التانية في الحشو، وسريعة في عمل الممبار ولا لا. الله على الممبار وجماله. على طول بقى هنزل كده بالمية المغلية، وعشان طبعا انا بسلق في حلة ألمونيوم كبيرة فحاطة شوية خل في المية. ولا بقى بحط في المية ملح ولا اي توابل ولا اي حاجة. اصلا خلطة الممبار ما حطيتش فيها حتى معلقة توابل لحمة او حتى 7 بهارات. اكتفيت بالكمون والكزبرة والفلفل الاسود والشطة وشكرا. وتقريبا كيلو الممبار كده بيحتاج حوالي 2 كيلو الا ربع او كيلو ونص من الرز، طبعا ده زائد البصل والخضرة والحاجات دي. ايوه بياخد كمية رز كتيرة. بيتسلي بقى ازاي؟ بيتساب ساعة على النار، ساعة او 50 دقيقة لو الممبار يعني كبير شوية، ساعة و10 دقايق اكتر حاجة. اول حاجة بيغلي 10 دقايق، وبعدين تهدي النار وتغطي وتسيبيه يستوي بقية الساعة. بصوا بقى جماله، اللهم بارك، ده شكله وهو لسه ما اتحمرش. شايفين قطع الطماطم باينه ازاي؟ لو بتعملي الممبار مسبك غيري طريقتك واعمليه ني في ني وقطع طماطم كده، والله هيعجبك اكتر. تحفه يا جماعه. واهم حاجه اول ما تطلعيه من ميه السلق سيبيه على مصفى زي كده. انا طبعا مش بحطه في الفريزر ولا بخزنه غير بعد ما يبرد تماما، سايباه على المصفى لغايه اما صفى كل الميه وبرد تماما. ابتديت بقى اعبيه في الطباق او حتى في اكياس بلاستيك، وهبتدي اقفل عليه واغطيه. وزي ما قلنا الخلطه ني في ني بتخليه طري لان السوائل فيها كتيره. ما تحشيهوش كميه كبيره من الرز. كمان هدي النار اثناء التسويه عشان ما يفرقعش. دي بقى اللحمه بالبصل اللي عملناها الفيديو اللي فات، وده كان تاني اوردر ليها. هي ما شاء الله كانت طالبه لحمه بالبصل، وكانت طالبه معاه ممبار، وكمان صينيه كوسه بالبشاميل، والتلاته عملناهم مع بعض.
الكوسة بالبشاميل اللي لسه عاملينها كده من كام يوم، هتلاقيها في الفيديوهات على الصفحة، بافرّزها وباعينها في الفريزر على طول بعد ما تبرد على التسوية. بألف هنا وشفا على اللي ياكلهم. تقدري تعملي الأكلات دي لو أنتِ طبعًا مشغولة وموظفة وعلى طول هتطلّعي على التسوية أو على التسخين. حبايب قلبي أتمنى تكون عجبتكم، باحبكم في الله، تعليقاتكم بتشجعني كتير. كان معاكِ شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.